السلام عليكم. اجي صايبوا معايا الطاجين هذا غير بطاطا والزيتون، ولكن راه من احسن الطواجن تاكلوه غير بالفرشيط وما تشبعوش منه. غادي نحتاجو باش نصايبوه واحد 800 غرام ديال البطاطا ولا كيلو. قطعوه هكا دوائر كيف كتشوفوا. ما كاملش واحد سنتيم، تكون هكا رقيقه شويه باش طيب لينا دغيا. نحتاج ما غادي نديرو لا ما لا حتى شي حاجه. صافي نقطعوها كامله، نديرو ليه واحد المعلقه ديال الملحه، معلقه صغيره، وندير واحد نص معلقه ديال الخرقوم، واحد تقريبا معلقه ديال السكنجبير، واحد نص معلقه ما عمرش ديال الابزار، ونديرو زويته، وندير واحد 2 معالق كبارين هكا ديال الماء غير باش تخلط لنا هذيك العطريه. صافي نخلطو مزيان هذيك البطاطا مع داك العطريه حتى تخلينا مع بعضياتها كلها تتلبس بداك العطريه. ناخذ هكا واحد البصله تكون متوسطه ولا كبيره، نقطعوها شرائح اللي بغيتو، واحد 3 ديال الضروس ديال الثومه. صافي نحط داك البصله ديالي في الطاجين ونزيد عليها حتى داك 3 ديال الضروس ديال الثوم اللي قطعت بحال هكا شرائح، ونبدا نستف البطاطا ديالي على هذا الشكل هذا. الطاجين هذا راه كيجي بنين بزاف بزاف، وما تصوروش الريحه ديالو كيفاش كتعطي، مع ما فيهش الماء هكا وكيطيب غير بالماء ديالو، كيطيب على نار مهيله، كيجي مقلي والمريحه ديالو خاتره وريحته عرفتي كي كتعطي في الدار ما نعاودش لكم. بنين بنين بزاف. صافي من بعد ما كنستف هذيك البطاطا ديالي كندير هذيك لاصوص اللي بقات ليا هكا في داك البول، كنزيدها وكنحط الطاجين على عافيه مهيله على اصغر راس عندي في البوطه، وكنقص عليه حتى الاخر. كنزيد هنا واحد شويه ديال الزيت البلديه لحتى الطاجين ما فيه لا لحم لا حتى شي حاجه، غادي يخصو هكا شويه ديال الدهون، دونك كثروا شي شويه الزيت. صافي انا راه دازت واحد تقريبا شي ساعه ونص، رجعت طليت عليه هكا. بانت ليا المرقه تقلات وبطاطا طابت، قصها بالموس راه طابت. نزيد هنايا شويش ديال المعدنوس مقطع، وداك الزيتون مرقد بحال هكا. الا شتو الطاجين ديالكم نشف بزاف ما تردوش، تزيدوا هكا شويش ديال الماء، غير واحد ربيع كاس ديال الماء ولا شي حاجه الا بغيتو هكا تغمسوا. زيدوا الفلفله الا بغيتو حاره، انا كتعجبني نسيتها حتى الاخر عاد زدتها. يلا كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، اكيد غادي يعجبكم، شكون اللي ما كتعجبوش بطاطا. يلا السلام عليكم، الصحه والراحه.